السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة بلح الشام بطريقة مظبوطة جدا. هنعرف مع بعض المقادير بالكوباية وبالجرام، وهنعرف مع بعض سر قرمشة بلح الشام، وهقولك القمع المظبوط عشان يطلع نفس الشكل الجاهز بالظبط. بعد ما تجربي الوصفة دي مش هتشتريها تاني من برا. مش هقولك بتاع ان هي زي بتاعة برا بالظبط، لا بالعكس، هي احلى من بتاعة برا بكتير. وهقولك ازاي يفضل مقرمش معاكي لو فضل عندك فترة طويلة في البيت. لو اول مرة تدخل القناة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. معانا نشوف المقادير. اول حاجة هنعملها، هنحضر الشربات لانه بيبقى تقيل وبارد. عندي 2 كوبايتين من السكر، ما يعادل 400 جرام من السكر. هضيف عليهم 1.5 كوباية من المية، بنفس الكوباية ما يعادل 300 جرام من المية. وهضيف 50 جرام من عسل الجلوكوز، ما يعادل معلقة كبيرة هرمية من عسل الجلوكوز. هو بيبقى تقيل كده بس بيدي لمعة حلوة جدا في الاخر، وطعم حلو، وهو مبقاش مسكر. هضيف الليمون والفانيليا في الاول، في اول الوصفة، مش هتفرق معانا خالص. هقلب السكر كويس جدا. هو كده كده اصلا السكر مش هيدوب معانا غير لما نحطه على النار. وبعد كده هحطه على النار، والنار بتبقى عالية عندي في الاول. واول ما الاقيه بدأ يغلى، هبدأ اهدي النار عليه. وبعد 10 دقايق من الغليان هطفي عليه، ما تسيبوش اكتر من كده. في طاسة هضيف 1.5 كوباية من المية، ما يعادل 300 جرام. وهضيف 1/4 كوباية من الزيت زائد معلقة كبيرة، ما يعادل 60 جرام من الزيت. وهقلبهم كويس. وبعد كده هبدأ اضيف معلقة كبيرة من السكر، وتكون المعلقة مش مليانة ومش هرمية. وهقلب كويس لحد السكر ما يختفي تماما، ولحد ما الاقيه بدأ ان هو يغلي معايا. هضيف عليهم 1.5 كوباية من الدقيق، ما يعادل 300 جرام من الدقيق، ورشة من الملح. وهفضل اقلب كويس لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. هفضل اقلب بالاسباتيولا. انا هنا وطيت النار خالص لحد ما لقيت الدقيق اختفى تماما. وبعد كده اخدته من على الرخامة، حطيته على الرخامة، وفضلت اقلب بيها لحد ما لقيت العجينة بردت معايا خالص. لحد ما توصل للشكل ده هبدأ اضيف البيض معايا بالتدريج. معايا هنا 3 بيضات، عليهم نص معلقة فانيليا. وهبدأ اضيف البيض بالتدريج. هبدأ اقلب الاسباتيولا الاول، هقلب كويس. وبعد كده هستخدم ايدي. لو انت عندك عجان او عندك مضرب كهربائي استخدميه، بس انا هنا حبيت ان انا اعملها بايدي قدامكم عشان اللي ما عندوش عجان او مضرب كهربائي. هعملها بايدي لحد ما الاقي العجينه بدات تتلم معايا، وان البيض اندمج مع العجينه. هبدا اضيف البيض واقلبها كويس لحد ما الاقيها بقت عجينه طريه مش بتلزق في ايدي. انا هنا ضفت باقي البيض اللي انت مستخدماه. لو صغير هتستخدمي 4 بيضات، انما لو البيض كبيرة هتستخدمي 3 بيضات بس. انا هنا جبت كيس حلواني، حضرت كيس حلواني اللي هو القماش، ومسحته مسحة صغيرة بالزيت. والقمع اللي انا استخدمته كان القمع اللي هو الشعبي رقمه 26. ده اللي بيخلي شكل بلح الشام نفس بتاع بره بالظبط. والزيت هيكون بارد. وهضغط على العجينة كويس عشان الشكل ينزل مظبوط معايا. وهبل المقص كل شوية من الزيت قبل ما احطه في العجينة. وخلي بالكم لما تشغلي النار ممنوع 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 التقليب في اول التسوية. بلح الشام اول ما الزيت بيسخن بيقلب نفسه بنفسه، وبيطلع على الزيت من فوق، وبيبدأ ينفش في اول ما نلاقيه مسك نفسه نبدأ في التقليب فيه. انا هنا اول ما لقيته مسك نفسه بدأت ان انا اقلب فيه، والنار تكون هادية مايلة للمتوسطة.
انا هنا كنت بقلبه كويس عشان ياخد نفس الشكل، وكل واحدة تبقى نفس اللون، ما يبقاش جزء فاتح وجزء غامق. هفضل اقلبه كويس. انا هنا شايفين، انا هوريكم دلوقتي واحدة شايفين شكلها عامل ازاي. الشكل بتاعه بره بالظبط. انا هنا كنت مستعجلة فما كنتش طلعت الحجم زي بعضه، كنت مطلعه واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. فانتي حاولي تظبطي ايدك وتقطعيهم كويس مع بعض. شايفين شكلها تحفة ازاي، جميلة جدا. جربيها ومش هتخسري وهتعجبك جدا. انا هنا لما اخدت اللون حطيتها في الشربات او السيرب، وما تحطيهاش اكتر من 5 دقايق، يعني 5 دقايق او اقل من 5 دقايق كمان، علشان انت لو حطيتيها اكتر من كده هتطرى معاكي. ووزعت الشربات عليها كويس. وهنا باقي العجينة حطيتها تاني في الكيس الحلواني بتاعي، وبدأت ان انا اكمل باقي العجينة. طبعا لما تيجي تحطي العجينة في كيس الحلواني ما تكتريش العجينة عشان تعرفي تمسكي الكيس كويس، تمسكي العجينة كويس وتكوني تعرفي تقطعيها يعني. انا هنا خلاص كنت خلصت كل الكمية اللي معايا. كل الكمية دي مطلعالي من 1.5 كوب دي بس، يعني عامله لك اكتر من ان انتي لما تشتري مثلا نص كيلو من بره او كيلو من بره، دي اكتر تقريبا اكتر من كيلو. هنا الاضاءه غامقه شويه فاللون غامق شويه وكان افتح من كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك